بنتي عندها 12 سنة. اكتشفت إنها بتكلم ولد أكبر منها وبيبعتوا لبعض كلام قذر جدا. أبوها ضربها وسحبنا منها التليفون، وبعد فترة رجعناه واكتشفنا إن العلاقة دي لسه مستمرة. أعمل إيه؟ زي ما احنا متعودين، قبل ما أقول لحضرتك تعملي إيه، تعالي نحاول نعرف سبب المشكلة. في الأغلب المشاكل من النوعية دي مع أولادنا في مرحلة المراهقة احتمال يكون ليها سبب من اتنين. أول سبب إن علاقتها بباباها مش كويسة، ما عندهاش فجر، ما عندهاش نموذج راجل في حياتها تبصله كده بإعجاب ويكون عامل لها إشباع عاطفي. أو الاحتمال التاني إنها بنت عادية جدا، 12 سنة يعني دخلت في مرحلة المراهقة، وده انجذاب عادي جدا بيحصل في السن ده للجنس الآخر. أيا كان السبب، اللي حصل إن بنت حضرتك وقعت فريسة سهلة في إيد واحد بيقول لها كلام حب وكلام إعجاب، وقدر يضغط عليها كمان لحد ما حصل تجاوزات في الكلام بينهم اللي حضرتك شفتيه على الموبايل. طب الحل هنا ايه؟ اعمل ايه؟ في رأيي الحل بتاع ان باباها يضربها وامنعها من كل حاجة واسحب منها الموبايل واغضب عليها طول الوقت، في رأيي الكلام ده مش حل. والحل ده شفته مع أمهات كتير، وبرضه بتقولي نفس الجملة اللي حضرتك بتقوليها، إن بعد ما خلاص سامحناها ورجعنا لها الموبايل شوية صغيرين واكتشفنا إنها رجعت لنفس الموضوع، سواء مع نفس الولد أو حتى مع ولد تاني. يعني اللي بأكده عليكي إن الحل بتاع الضرب والقهر ده مش بيجيب نتيجة. طب أعمل إيه؟ أول حاجة مهمة جدا إنك تحاولي تصلحي علاقة باباها بيها، خليه هو النموذج، المثل الأعلى اللي بيعمل لها إشباع عاطفي، عشان ما يبقاش عندها فراغ أو جوع عاطفي مش عارفة تملاه من البيت فبتملاه من بره، وبيستغلها أصحاب النفوس المريضة. والحاجة التانية، وأنا عارفة إن النقطة دي ممكن ما تعجبش شريحة من الناس، بس أنا بقول اللي بيمليه عليا ضميري واللي أنا اكتسبته من خبرات أكاديمية من خلال دراساتي للسن ده، ومن خبرات عملية من خلال احتكاكي اليومي بالأمهات وبالولاد والبنات في السن ده. الولاد والبنات في السن ده يا جماعة بيحتاجوا إن احنا نحط لهم حدود. فلما نمر بمشكلة عاصفة زي دي لازم أفهم بنتي إن عليها نوع من أنواع الرقابة. حياتك مش مفتوحة على البحري، طالما غلطتي ودفعتي تمن أفعالك وإحنا تاني ادينالك الثقة وبرضه كسرتيها، يبقى إحنا هنفضل نتابعك ونراقبك طول الوقت. لازم يبقى عندها إحساس الرقابة الخارجية لحد ما الرقابة الداخلية عندها تعلى. طبعا مش هنراقبها ولا نتابعها بشكل يبقى فيه إرهاب ليها فتبقى خايفة ومرعوبة من كل حاجة، لكن بشكل فيه حب ليها وخوف عليها، عشان تبقى عارفة إن اللي انتوا بتعملوه ده في مصلحتها، مش بتعملوه عشان تغلسوا عليها ولا عشان تقهروها وتضعفوا شخصيتها وثقتها بنفسها. فهيحصل حاجات من نوعية إن أنا هوصلك الخروجات بتاعتك وهرجع أخدك تاني، وممكن تلاقيني بوصلك مثلا المول وأنا موجودة في نفس المول، يعني ممكن أشوفك في أي لحظة. موبايلك ما يبقاش عليه باسورد، أقدر أشوفه في أي وقت، ولو عرفت وانا هعرف لو انتي بتكلمي الولد ده او مثلا بتمسحي المسجز من ورايا، رد فعلي مش هيعجبك خالص. انا مش عايزه اعمل كده، بس لو سمحتي ما تزقنيش للحته دي، وخليكي قد الثقه اللي انا اديتها لك مره واتنين وتلاته. وطبعا ملحوظه على جنب، ان لو الطرف التاني الولد اللي هي بتكلمه ابتدى يبتزها بمسجز ولا مثلا بصور تكون بعتتها له، لازم تلجأوا المتخصص او حتى تبلغوا عنه مباحث الانترنت عشان تحموا بنتكم من شره. وربنا يحمي ويحافظ على كل ولادنا يا رب، ويحميهم من شر نفسهم ومن شياطين الإنس والجن. سلام عليكم.